واحدة من الأسباب اللي ما غاديش تخليك تزيد لقدام في الحياة أو توصل للأهداف ديالك هي كنسميها أنا ما كتحميش المرحلة الانتقالية. في هذا الفيديو غادي نهضر لك على هذه المرحلة الانتقالية شنو هي وعلاش خصك تحميها والأضرار إلا ما حميتيهاش. معكم يوسف من قناة جولاني إدريسي. في هذه القناة كنهضروا على السيلف هيلب، يعني تطوير الذات، كنهضروا على الكتوبة وكنهضروا على الفلوس في بعض الأحيان. دونك اللي كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى خلي واحد لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتظن انهم يستافدوا من هادشي. ثانيا ما نساوش الاخوان ديالنا المستضعفين في اي بلاصه، ندعيو معاهم اللي قادر يعاونهم بشي طريقه يعاونهم. دعي معاهم، هضر عليهم وشوف انت الطريقه اللي تقدر عليها. اذا المرحله الانتقاليه، شنو هي هذه المرحله الانتقاليه؟ صراحه عمري ما شفت شي واحد كيهضر على هذا الموضوع. داك النهار بقيت كنفكر فيه، كنت هي مع راسي وبقيت كنفكر فيه وكنقول بان فريمون ملي كنرجع السينتا ديال حياتي كنلقى بزاف الاسباب ولا بزاف الاشياء اللي ما خلاتنيش نوصل لشي اهداف زعما في الماضي. كان هو واحد من الاسباب هو هذه المرحله الانتقاليه، حيت ما كنتش عارف كيفاش نحميها وما كنتش عارف كيفاش ما نخليش الناس يدخلوا لعندي بهذا المعنى هذا. انا غادي نقول لكم الفكره كيفاش جاتني ومن بعد غادي نشرحوا بالضبط شنو هي هذه المرحله الانتقاليه. داك النهار جالس في لاصال، نقول لكم انا دابا تقيدت في لاصال في شهر 11 يعني نوفمبر، في التالي شهر 11 نقولوا ديسمبر يعني شهر 12. نقولوا من غير رمضان كنت كنتريني على الاقل 3 مرات في السيمانه. المهم هاد السيمانه هذه اللي دازت ما ترينيت حتى مره، كنت باغي نرتاح شي شويه، ولكن في الغالب كنت كنتريني 3 مرات في السيمانه من غير رمضان. رمضان ترينيت وقيله مره في السيمانه ولا 2 مرات، راكم عارفين رمضان ماشي د لونطريمون. دوكو بالنسبه لبزاف ديال الناس انا اعتبر انسان اللي ديسيبليني في لاصال، حيت كنتريني واحد 3 المرات. خاصه انا نزيد على ذلك انا ديما ملي كنمشي لاصال كنبارطاجي تصويره راني في لاصال، هذيك كنديرها باش نعمر الكونت، باش نجيكم الصراحه الكونت ديال الانستغرام، وثانيا باش كنطراكي شحال من مره مشيت لاصال. يعني في ثالث الشهر كنجي كنبقى نشوف التصاور كنعرف راسي مشيت قدا المرات لاصال باش كنتحاسب انا وراسي. مشيت كنت داير الهدف بانني غادي نمشي مثلا في السيمانه 3 المرات، يعني في الشهر 12 مره. كنشوف شحال جات. المهم بالنسبه لبزاف الناس انا واحد الانسان اللي ديسيبلين. من شهر 12 بالنسبه لهم انا ديسيبلين، يعني 12 1 2 3 4 تقريبا 5 شهور. دابا حنا بدينا في 5 شهور ديال الديسيبلين. بالنسبه للناس اللي من برا، يعني ما كيعيشينش معاك كل نهار بنهارو، بالنسبه لهم 5 شهور راه مده اللي طويله، يعني شي حاجه في شكل 5 شهور ديال لونطريم. وبالنسبه لي انا راه 5 شهور حتى شي لعبه، راه ما ملي كتكون عايش داك الحاجه راه ما كتبان لك حتى شي لعبه، ملي كديرها ملي كدوز منها كتبان لك حتى شي لعبه. 5 شهور حتى شنو، حتى 5 شهور راك ما دير فيها حتى شي لعبه. زيد على ذلك انا قبل ما ندخل نتريني، يعني فين دخلت واقيلا السيمانه ولا الثوره، شديت الكاميرا صورت راسي، شفت الجسد ديالي كيفاش كان في واحد الحاله واش يرثى لها ولا لا يرثى لها. المهم خايبه. شنو هي يرثى لها؟ يرثى جاي من الرثاء، الرثاء هو شي حاجه خايبه، يعني يرثى لها. متغليظ مشحم مبطط مبطبط، سميها كما بغيتي. كنت 95 كيلو، حتى في الحركات ديالي كنت عيان. صورت بالعاده، شفت راسي صافي. من بعد مؤخرا هذه واحد السيمانه ولا 2 عاوتاني شفت، كنت كنبدل الحوايج، كنت نشوف راسي في المرايه. شفت في راسي في المرايه، جاني داك الشيء، عجبني بما معنى الكلمه، عجبني داك التطور اللي وصلت. ولكن انا متيقن بانه، وهنا فينا نهضروا على المرحله الانتقاليه، انا متيقن انه الا جا شي شخص وعطيته هاد المعطيات اللي قلت لكم، انني 5 شهور وانا كنتريني وريتو داك النتيجه اللي وصلت لها، غادي يقول لي شنو هادشي، ما درتي حتى شي لعبه، مازال بحال حيت هو ما عندوش بيان سور ما عندوش الفيرسيون الاولى اللي غيقارن بها، ولكن عطيتو داك الفيرسيون نقول لي حتى حاجه، مازال ما كاين لا لي زابدو لا عضلات لا حتى شي حاجه، لا والو. غادي يطيح بمعنى الكلمه، غادي يطيح لك المورال ويسحبك بانك ما حققتي حتى شي نتيجه وما غاديش تكمل. وهنا من جاتني الفكره ديال هذه المرحله الانتقاليه. شنو هي هذه المرحله الانتقاليه؟ المرحله الانتقاليه هي واحد المرحله انت كنتي بديتي واحد الرحله ديال واحد التغيير راه ما كيجيش شنطا، راه ماشي من حاشاكم كما تنقول ديما من الحمار للطيار.
كيدوز داكشي من مراحل. المرحله الاولى هي مرحله لا ريزيستانس، يعني المقاومه، تقاتل مع راسك غير اصلا باش دير داك الفاعل. بحال انا مثلا راه خدت لي شهر ولا شهرين هي باش نولف راسي انني نمشي واحد جوج ولا ثلاثه المرات في السيمانه لاصال، هي باش نبقى نقنع راسي، نبقى نهز الشاكوشي وندير فيه الحوايج ونمشي نتريني. وهذا الشيء سقطوا نتا على اي حاجه في الحياه. انا كنعطيك مثال بلاصال، حيت هذا هو الحاجه اللي مشتركه بين جميع الناس. جميع الناس باغيين يبدلوا الجسد ديالهم، باغيين ينقصوا الوزن، باغيين يغلاضوا، باغيين ياكلوا مزيان، باغيين الى اخره. يعني انت سقط هذا الشيء علاش؟ باغي توجد الامتحان، باغي تزيد الفلوس، باغي المهم انت دير الاسقاط على اي حاجه. المرحله الاولى هي لا ريزيستانس، هي المقاومه. المقاومه هي كتحاول تقنع بعدا راسك انت هو الاول بان داك الفعل اللي باغي ديرو راه شي حاجه اللي زوينه وخاصك ديرو. ومور ما كتقنع راسك خاصك عاوتاني تولف الجسد ديالك انه ينوض يبدا يدير. يعني بحال اللي كتبني داك العاده. هنا في هذه المرحله نسى شي حاجه سميتها النتائج. ما كايناش النتائج في هذه المرحله هذه. يعني ما كتشوف حتى ما كاينش تغيير، ما يوقعش تغيير. هذه المرحله تقدر تاخذ لك من بين شهرين، من بين 21 يوم كما كيقولوا في الكتوبه ديال العادات، حتى لشهرين 3 شهور ما عندك ما تعرف. هنا نسى العادات، نسى التغيير او نسى النتائج. كاينه المرحله الثانيه هي كنسميها المرحله الانتقاليه. هذه المرحله الانتقاليه كيكونوا فيها جوج الحوايج. يا اما كتكون عاطي الجهد ما كاينش نتائج، يا اما عاطي الجهد وكاينين نتائج ولكن داك النتائج كتشوفهم غير انت، ما كيشوفوهمش ناس واحد اخرين. بحال هذه الحاله اللي هضرت لكم عليها دابا حاليا. كتمشي لاصال كتريني كتريني والى اخره، ولكن ملي كتشوف راسك في المرايه انت كيبان لك واحد الفرق، ولكن واحد اخر ملي غادي يشوف غادي يحبطك. كون على يقين غادي يحبطك، اولا غادي ما يجيش داك الشيء حاجه فيك. شنو هو السبب؟ السبب هو ان الانسان كاملين حنانا عندنا واحد لي فونتازم في دماغنا، واحد الافكار فانتازيه ما عرفتش كيقولوا لها، انه كتقول بانه هي شي 3 شهور ديال لونطريمون مزيانه واجي تشوف كيفاش نرجع. كلشي كيفاش نقولوها بديك الكلمه فونتازمي على هذه الفكره هذه. واحد 3 شهور ديال لونطريمون عرفتي كي غادي نولي، وكيشد داك لي فونتازم ديالو كيلصقهم عليك انت، كيحطهم عليك. كيقول شي 3 شهور ديال الخدمه ديال شي سكيل، شي مهاره نتعلمها واجي تشوف شحال الفلوس غادي نبدا ندخل. واحد 3 شهور ديال نقرا ما شنو الالمانيه وتشوف فين نكون، تلقاني في المانيا في برلين خدام. 3 شهور ديال كذا تلقاني مشيت لهذا. وهادو احلام يقظه، حيت الحياه ما كتمشيش بهذه الطريقه هذه. كايناش 3 شهور ندير واحد التغيير كبير. 3 شهور ما كدير لك حتى حاجه. كما قلت لك راه 3 شهور تقدر تكون غير كتوجد راسك باش دير واحد الحاجه. داكشي علاش ملي كيشوف التغيير اللي درتي نتايا ما كيبانلوش. هو بالنسبه له داك التغيير ما صالحلوش. هو في الاحلام ديالو خصو 3 شهور بوم فيراري، 3 شهور لي زابدو البيسيبس كبر، الدورسو بوم، 3 شهور المهاره بنا واحد المهاره، جاب 100 كلاينت ولا كيشد 5 المليون في الشهر. 3 شهور هو لا ما كصالحالوش. هو داكشي علاش اصلا بزاف الناس ما كيبداوش كيدخلوش كاع لهاد الرحله هذه. وبالنسبه لك نتايا خايبه، حيت كما قلت لك كي داك الفونتازم ديالو، داك الافكار الاحلام اليقظه ديالو كيحطهم عليك نتايا، بحال كيحط داك الضغط ديالو كيحطو عليك. يعني نتايا شافك ما درتيش، ما زدتيش ما وقعش واحد التغيير اللي جذري، كيقول ما كاين لا تغيير لا حتى شي لعبه، غادي يقول لك شي حاجه هضره اللي ناقصه، غتصدق تنسى ابوندونيتي. وهاد الحاجه وقعت لي بزاف في حياتي. ملي كنرجع السنتات ديال حياتي كنتفكر هادشي كنقول بصح فريمون بعض المرات الهضره الناس واخا كتعيا تكون عندك واحد القوه، واحد الويل باور، واحد اش كيتسمى واحد الاراده، وكتقول انا ما كنسوقش الهضره ديال الناس، ما نديهاش في عباد الله، ما سوقش حتى واحد فيا، انا غادي نقاوم غادي نكمل هذا. ولكن في نهايه المطاف الانسان كيبقى انسان، كيتاثر بالهضره، كيتاثر بكلمه، كيتاثر بهذا. واخا انت كانشسلي يعني بالوعي ديالك ما تقدر ما تاثرش، ولكن الساب كانشس ديالك يعني الدماغ ديالك المبرمج، يعني اللاوعي ديالك كيفاش تبرمج، راك كون على يقين كتتاثر. هذا علاش صديقي وصديقاتي كنقول ديما خاصك تحمي الاهداف ديالك. يفو بروتيجي سي غيف، تحمي الاهداف ديالك بما معنى ما تشاركش الا قدرتي ما امكن ما تشاركش. وهنا ما كنهضروش غير على الحسد، ما كنهضروش على بنادم يحسدك غادي يقول لك هذا. هنا راه حتى علميا من ناحيه الاهداف كيقول لك الاهداف منين كتبارطاجيها مع ناس واحد اخرين كيتفرز في الدماغ واحد الكيمياء اللي كتخليك
بحال اللي درتي داك الاهداف. يعني ملي كتجي النهار كتجي كتبغي دير داك الهدف، كتقول صافي دماغك كيقول لك بحال صافي راه درناه، صافي راه خدينا اش كيقولوا له، خدينا داك المتعه ديال الهدف. يعني ما كيعاونكش باش دير. وثاني حاجه هي هذه الحاجه اللي هضرنا عليها دابا، هي المرحله ما يسمى بالمرحله الانتقاليه. يعني كتكون في واحد المرحله اللي فيها التغيير شفتيه غير انت، الاخرين ما يشوفوهش. ما تبارطاجيش معاهم، ما تقول لهمش، ما توريهمش. خلي اخويا داك الدقه بدقه ديالك غادا بشويه، حتى كتوصل لواحد المرحله الثالثه اللي فين كتولي الاهداف ديالك هما كيهضروا عليك، ما تحتاجش كاع انت تهضر. غتولي انت بوحديتك غادي في الزنقه، مثلا في الحاله ديال الانطريما، غادي في الزنقه تاع شي واحد تلاقاه يقول لك تبارك الله ولا حوايج كيجيو معاك مزيان، الترين وليتي كتريني، درتي الفلوس مثلا وليتي مرتاح ماديا، شريتي طوموبيل، انت ما تهضرش، خلي داك الشيء يبان عليك، نعمه سيدي ربي تبان عليك بوحديتها. اولا كما قلت لك باش ما تدابش مع لي فونتازم، يعني احلام اليقظه الناس. ثانيا باش ما يخرجكش داك الكيمياء ديال انك انجزت شي حاجه، ووهم الانجاز يعني كيسحبك راك درتي شي حاجه وانت ما درتي حتى شي لعب. دونك فوالا هادشي اللي كاين. موضوع زعما هو قصير ولكن فيه ما يقال. اذا شكرا على التتبع، نقدروا نهضروا في الحلقه القادمه. تهلاو في راسكم. الى كيعجبكم هذا النوع المحتوى ديروا لايك سبسكرايب، ها هي لايك تبعنا هنايا تكون اغلبيه تكون مدوره. وخلاص هاد الفيديوهات اللي بغيتو تشوفوها. بيس.